السلام عليكم. كل أم بتحب ابنها، كل أم نفسها تشوف ابنها ناجح سعيد وبيسمع الكلام. بس ساعات الحب لوحده مش كفاية. بنعمل حاجات بنحس إنها تربية، وهي في الحقيقة اللي بتكسر جوه طفلنا حتة صغيرة كل يوم، حتة من ثقته بنفسه، من راحته، من حبه لينا. يمكن بنتك بقت عصبية، يمكن ابنك بقى بيكذب، أو يمكن ما بقاش يسمع كلامك وانتي مش عارفة ليه. وعلشان كده عملنا السلسلة دي، علشان نكشف مع بعض الغلطات اللي بنعملها بحسن نية لكنها بتوجع أولادنا أكتر مما بنتخيل. هنتكلم عن الغلط اللي يخلي ابنك جبان، والغلط اللي يخليه عنيد، والغلط اللي يخليه بيكذب، والغلط اللي يخليه ما يسمعش الكلام، والغلط اللي يخليه يكره نفسه أو يكرهك من غير ما يقصد. كل حلقة هتكون مش بس تربية ونصايح، لكن فيها نور من القرآن والسنة. كل حلقة هنكشف فيها غلط شائع، ونفهم أسبابه النفسية، ونتعلم إزاي نصححه بحب وبنور هدي ربنا وبوصايا نبينا صلى الله عليه وسلم، وبحكم الجدات اللي كانوا دايماً يربوا قبل ما يعلموا. النهاردة هنتكلم عن الغلط اللي بيخلي ابنك ما يسمعش الكلام. أيوة، اللي بيخليه يعاند، واللي يخلي كل طلب منك معركة، وكل أمر منك يقابله لأ، أو بعد شوية، أو تجاهل كأنه مش سمعك أصلاً. بس يا حبيبتي، خليني أقولك الحقيقة اللي يمكن تكون أول مرة تسمعيها. الطفل اللي ما بيسمعش الكلام هو طفل ما تسمعش. إحنا ساعات بنطلب الطاعة قبل ما نمنح الاحترام، بنطلب التنفيذ قبل ما نمنح الإصغاء. الولد الصغير أو البنت الصغيرة اللي بتحاول تعبر عن رأيها، لما نقطع كلامها أو نصرخ، هي بتحس إن صوتها ملوش قيمة، فبتبدأ تقاوم عشان تثبت إنها موجودة. وده اللي بيخلق العناد، وبيخلي الطفل يختار طريق العند بدل طريق السمع والطاعة. النبي صلى الله عليه وسلم علمنا معنى التربية بالرحمة، مش بالصوت العالي. لما شاف غلام بياكل من الطبق من كل ناحية، ما صرخش ولا قال له عيب يا ولد، لكن قال له برفق شديد: يا غلام، سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. ببساطة علمه السلوك الصح، وخلى التعليم درس حب مش درس خوف. وفي القرآن ربنا قال: وقولوا للناس حسناً. والناس دي أولهم أولادنا اللي ربنا جعلهم أمانة في إيدينا، مش عشان نصرخ عليهم، لكن عشان نرشدهم بحب. جدتي الله يرحمها كانت دايماً تقولي وهي بتضحك: الولد اللي ما يسمعش كلامك اسمعي قلبه قبل ما تسمعي ودنه، لما يسمع قلبك ودنه هتفتح من نفسها. وكانت تحكي لي حكاية عن سيدنا إبراهيم عليه السلام، لما ربنا أمره يسيب هاجر وابنه إسماعيل في واد لا زرع فيه. إبراهيم ما جادلش وما ناقش، سمع وأطاع، لأن قلبه مليان يقين في أمر ربنا. وهاجر كمان قالت بكل إيمان: الله أمرك بهذا؟ فلما قال نعم، قالت بثقة: إذن لا يضيعنا الله. السمع والطاعة هنا ما كانتش ضعف، كانت حب وثقة في من يأمر. ودي التربية الحقيقية اللي احنا محتاجينها في بيوتنا، السمع عن حب مش عن خوف. اسمعي ابنك لما يبرر، حتى لو كلامه بسيط أو غلط، خليه يحس إن رأيه مهم. لما يسمعك بتسمعيه، هيبدأ يسمعك من غير ما تطلبي. قبل ما تقولي اعمل كذا، اسأليه: تحب نعملها سوا ولا تبدأ انت وأنا أساعدك؟ الطفل لما يتحط في مكان اختيار مش أمر، بيتحول من عناد لطاعة فيها رضا. خدي بالك من حاجات صغيرة هي اللي بتقتل الطاعة الهادية: الصراخ، التهديدات الفارغة، التناقض في كلامنا، العقاب المفاجئ من غير شرح. كل ده بيخلي الطفل يحس إن كلامنا ملوش معنى وإننا مش ثابتين. لكن لما تكوني هادية واضحة وثابتة، بيتعلم منك الثقة، ولما يثق فيكي هيسمعك حتى لو بتهمسي. خدي خطوة النهاردة وابدأي بالقواعد الصغيرة دي. قبل أي طلب
اسمعيه 3 دقايق بس. خليه يختار بين خيارين بسيطين بدل أمر واحد. لما يسمع كلامك امدحيه بكلمة واضحة: أنا فخورة بيك إنك عملت اللي قلت عليه. ولو فقدتي أعصابك وده طبيعي جدا، خدي نفس وارجعي قولي: أنا أسفة إن صوتي كان عالي، خلينا نبدأ من جديد. الاعتذار ما بينقصش هيبة الأم، ده بيزيد احترام الطفل ليها. هقولك كمان حاجة كانت دايما جدتي تضحكني بيها. كانت تقول: اللي عايز ابنه يسمع كلامه يسمعه هو الصغير قبل ما صوته يعلى وهو كبير. ولما أفكر فيها دلوقتي ألاقيها كانت حكيمة جدا، لأن اللي ما تسمعش وهو طفل بيتحول لمراهق صعب السيطرة عليه أو بالغ بارد المشاعر. يا حبيبتي، التربية مش أوامر وممنوعات، التربية رحلة حب وصبر واحتواء. البيت اللي فيه ود، الطاعة فيه بتكون فطرة مش فرض. وده معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. يعني كل ما تكوني رفيقة بيتك يزداد جمال وقلوب أولادك تفتح ليكي أكتر. ولازم نفتكر دايماً إن الطاعة مش هدف، الهدف هو بناء طفل يختار يسمعك لأنه بيحبك مش عشان خايف منك، عايز يسمعك لأنه شايفك قدوة مش سلطة، شايف فيك الأمان مش العقاب. جربي النهاردة تقوليله: تعالى نلم ألعابنا سوا بدل لم ألعابك، وشوفي نظرة عينه هتبقى عاملة إزاي. تعالوا أحكي لكم حكاية كالعادة حكتها لي جدتي. كانت دايما تحكي لي حكاية جارهم عم صابر. كان راجل طيب جدا، بس دايما صوته عالي في بيته. ابنه الصغير كان كل ما يغلط يزعق له ويقول له: ما بتسمعش الكلام ليه يا ولد؟ انت عمرك ما هتتظبط. والولد كل مرة يسمع الجملة دي كان بيقفل أكتر وأكتر، لحد ما في يوم الجدة شافت الولد راجع من المدرسة، المدرس بيكلمه وهو مش بيرد خالص. سألته: ليه مش بترد؟ قال لها: هو أنا لو اتكلمت هيتسمع كلامي؟ محدش بيسمعني أصلاً. ساعتها جدتي قالت جملتها اللي عمري ما نسيتها: اللي عايز ولده يسمع كلامه يسمعه هو الأول. يعني قبل ما أطلب من ابني يسمعني لازم أنا كمان أكون بسمعه، بحسه، بفهمه، لأن الطاعة مش أمر، الطاعة حب وثقة. ودي كانت حكاية بسيطة من جدتي، لكنها علمتني إن التربية مش أوامر، التربية تواصل. يا أمهات ويا آباء، التربية مش سباق مين ابنه يسمع الكلام أكتر. التربية رحلة فيها مطبات وغلطات، فيها تعب، بس فيها حب كبير قوي. قبل ما نختم حلقتنا النهاردة، خلونا نهدى شوية، نرجع لنفسنا ونرفع قلوبنا لربنا بدعاء من القلب، عشان هو وحده القادر يربي قلوبنا قبل ما نربي أولادنا. يا رب، يا من خلطت القلب وجعلت فيه رحمة الأم، يا من ألهمت قلوبنا الحنان وابتليتنا بالأمانة الغالية، أولادنا. اللهم علمنا كيف نربي كما تحب لا كما نهوى. علمنا كيف نغرس في قلوب أولادنا الإيمان قبل الكلام، والرحمة قبل القوانين، والحب قبل الأوامر. اللهم لا تجعل بيننا وبين أولادنا جداراً من غضب، ولا حاجزاً من خوف، ولا صمتاً من وجع. اجعل بيوتنا يا رب موطناً للسكينة، فيها تقال الكلمة الطيبة فتزهر، وتغفر الزل سريعاً، ويحتضن الخطأ بحكمة لا بعنف. اللهم اجعلنا نرى أولادنا بعيون الرضا لا بعيون التقييم، نسمعهم بآذان القلب لا بأحكام اللسان، نربيهم بالحب لا بالخوف. اللهم ارزقنا الصبر إذا ضاق الوقت، والحكمة إذا اشتد الغضب، واللطف إذا غلب التعب. اللهم اجعلنا نذكرك في كل لحظة تربية، نلجأ إليك قبل ما نرفع صوتنا، ونستعين بك قبل ما نمد يدنا. اللهم اجعل أولادنا قرة أعين لنا في الدنيا والآخرة، وأزرع في قلوبهم حبك وحب نبيك صلى الله عليه وسلم،
واملأ بيوتنا بذكرك ونورك وطمأنينتك. اللهم اجعلهم صالحين مصلحين، أبرارا بوالديهم، رحماء بإخوانهم، طيبين في قولهم، صادقين في نواياهم، واجعلهم زادا لنا في ميزان حسناتنا. اللهم لا تحرمنا لذة الدعاء لهم، ولا بركتهم في حياتنا، ولا رضاك عنا وعليهم. يا رب، كما جمعتنا اليوم على كلمة طيبة، اجمعنا دوما على الهدى، واجعل هذه الحلقات نورا في قلوب الأمهات، ودليلا لكل من أرادت أن تربي على طريقتك لا على غضبها. اللهم آمين. كنت معاكم زهرة. لو الحلقة لمست قلبك أو فكرتك في حاجة عن علاقتك بولادك، سيبي بصمتك الجميلة بلايك وتعليق علشان توصل الرسالة لأم تانية يمكن محتاجة تسمع الكلمة دي النهاردة. دايما ابدأي من الحب، لأن الحب هو اللي بيخلي التربية حياة.